مرحبا مرحبا حبيباتي، كيفكم؟ يا رب تكونوا بألف خير بأي وقت بتشوفي الفلوج. رجعت لكم بفلوج جديد إن شاء الله أنا بعجبكم. قبل ما نبلش حبيباتي خلينا كنا نصلي على النبي. وبدي أشكر كل حدا كتب لي تعليق على الفيديو اللي قبل واللي قبل، وعلى كل التعليقات الحلوة. بتشكركم من كل قلبي، طبعا كلها بشوفها وكلها برد عليها. ما بقدر أحكي لكم قد ايه بفرح وأنا بشوف فيها وبرد عليكم. كلامكم بفرح قلبي حبايبي، انتو كلكم الله يسعدكم يا رب. وبدي ارحب كل مشترك جديد بالقناه، حبيباتي نورتوني. انتوا عيلتي التانية اللي بفتخر فيها، الله يخلي لي اياكم يا رب. وان شاء الله اني بضل اقدم لكم المحتوى اللي بيعجبكم وتنبسطوا فيه. وهلا احباتي اللي مو عامله قهوتها تقوم تعملها مشان تشربها وتحضر الفلوج. حضرت لكم فلوج كتير حلو وبجنن ان شاء الله، ان شاء الله انه بيعجبكم. وبعد ما روقت على القهوة يا بنات، قمت على البيت أشوف شو بده ترتيبات. بلشت من المدخل، قلبت تاعت الفواحة، ريحتها بتجنن. هاي الزيوت العطرية اللي جبتها هديك المرة. شايفين يا بنات هذا ورق الجدران، وهذا جنب باب الغرفة عندي منه رول، فبدي استفيد منه. هلا بحكي لكم وين بدي اركبه. حاسه رح يطلع بجنن، بس ان شاء الله انه يكفي. يعني انا تقديريا حاسه بكفي، بس ما بعرف. ان شاء الله انه هذا الرول بحكي لكم عنه. بدل ما هو محطوط، يعني حابة أحطه على أطراف البرداي، يعني الحيطان أطراف البرداي. شايفين كيف البرداي؟ هاي الحيطة والتانية بدي أركبهم على الأطراف. حاسة رح يطلع المنظر كتير حلو، بس إن شاء الله إنها تكفي. إذا ركبت وكفت رح أفرجيكم، وإذا لا خلاص ما إنه نصيب. أنا بعرف إنه المحل اللي جاب منه هذا الورق الجدران مو ضايل من هاي النقشة. بعدين يا بنات دخلت على الصالون، عملت هيك ترتيبات بسيطة. طبعا السايد لام شلتها من غرفة الضيوف، ومو حابة أفرط فيها لأني أنا عملتها، يعني خلاص هيك بحبها كتير. بعرف مكانها مو هون أبدا، بس مشوا لي إياها لها مكان مناسب. وحطيت السيرفيس هون برضو جنب الكورنر، يعني بين الفاصل بين الصالون والمطبخ. وكمان يا بنات حطيت هاي كانت باب البيت برضو على الطاولة، الفاصل بين الصالون والمطبخ. برضو هاي مشوا لي إياها يا بنات. وكمان حطيت هيك زرعة خضراء، حسيت هيك حلو بتعطي حياة. هلا هون يا بنات أنا السلك تاع التيبل لامب يعني عامل لي إحباط، لازم أخفيه. فحطيت هاي اللوحة، بعدين حكيت لا مش مكانها، رجعت غيرتها. بعدين رجعت غيرت هيك بين مرتبانات القهوة والشاي والمزية والممالح. يعني عملت ترتيبات، حسيت الأخير هو المناسب والأحلى. انتوا شوفوا واحكوا لي كيف إنه شو أحلى وشو أنسب. هذا أول ترتيب يا بنات. وهذا الثاني. وهذا الثالث اللي استقريت عليه. عندي يا بنات هاي القطعة، وعندي برضو قطعة صنوبر هيك صغيرة جبتهم من شي ان. إلهم عندي من زمان، فحكيت هيك بدي أحطهم على الطاولة حوالين الشمعة، بيطلع المنظر كتير حلو. شو رأيكم يا بنات؟ أنا كتير حبيت. شوفوا لي جمال البابيون يا بنات اللي عملتها بالبشاكير، كتير حلو طلعت. وهون حبيباتي كنت عاملة شوربة خضار عبارة عن يقطين وجزر وبطاطا وكوسة. هيك حمستهم ببصل وزيت زيتون ورشة ملح وفلفل أسود. وبعدين بحط لهم مي مغلية وبس تغلي بحط شوية شعرية ورشة بقدونس مكعب مرق دجاج. ويا سلام بتشهي رهيبة. جربوها حبيباتي. هلأ يا بنات بدي أعمل معكم شغلة أول مرة بعملها بحياتي.
إني أعمل سمنة حيواني. طبعا بلزمني زبدة حيواني. هلا عندي 500 جرام زبدة. تمام. سيحتهم على الغاز. بعدين لما يطلع هاي الرغوة البيضة بشيلها. بعد ما تطلع هاي الرغوة وإنها تغلي بحط عليها تقريبا فنجان إلا برغل خشن. هلا ليش بحط البرغل؟ مشان كل الحليب اللي بالزبدة هيك البرغل يمسك فيه وينزل لتحت، فيضل عندي إيش؟ سمنة صافية. طبعا لما أحط البرغل بوطي الغاز بخليها تغلي معها ربع ساعة، وأكيد بحط مع البرغل رشة ملح، هي ضرورية يعني. بعد ربع ساعة بصير عندي الشكل هيك خلص بتصفى. شايفين كيف إنه السمنة صافية؟ أي إشي بضل هيك على الأطراف بشيله، والحليب اللي بالزبدة كله بنزل مع البرغل تحت. وطبعا بتصفوها بمرتبان يكون معقم. أنا المرتبان جليته وعقمته، حطيته بالفرن، شغلت الفرن وحطيته على حم الفرن، يعني إنه بتعقم بنشف من المي. تمام. بعدين بحط مصفاية وبنزل السمنة فيها. لما تصير بحالة الغرفة إنها خلص يعني بردت، بحطها بالتلاجة بس إنها هيك تمسك. بعدين خلص لما تمسك من التلاجة بحطها برا وبتضلها برا، هي مونة يعني إنه خلص بتحتفظ برا. طبعا هاي السمنة لها كتير استخدامات، وأكترها بالحلويات الشرقية، يعني هي اللي بتجيب الطعم طبعا. هلا هي ما رح تكون نفس السمنة الحيوانية يعني تماما تماما، بس إنه يعني قريبة، يعني نسبة 90%. تمام. هلا يا بنات بدي احكي لكم شو الزبده اللي استخدمتها. هلا لوربك مقاطعه، والمراعي يعني غالي، تعتبر من دينار لدينار وربع، ما بعرف بالضبط يعني هيك الرينج تبعها. هلا لقيت زبده حيواني صناعه سعوديه، هي يا بنات اعملها سكرين شوت وشوفوها باي سوبر ماركت واشتروها. بتشهي طعمها، يعني كل دق منها نفس طعم لوربك والمراعي، رهيبه. هلا يا بنات بدي احكي لكم عن هاي الخزانه. كل مطبخ بتكون مفصله للخضار اللي هي بطاطا بصل وثوم. تمام. هلا انا لما كنت حاطه فيها هاي الخضار امرق من جنبها دائما انه طالعه ريحه الخضار منها، وهيك بتضايق الريحه، فهمتوا كيف؟ مع انه يا بنات الخزانة مهوية. حكيت خلص لازم اشيلهم. فعلا شلتهم وحطيتهم هيك بدرج بالثلاجة، خصصت لهم مكان، وليفتها هاي الخزانة وعملتها للبشاكير، لفوط المطبخ، لهاي القطع تاعت الصواني، للمري المطبخ، للكفوف، القلفزات تاعون الحرارة يعني. كل شي بستخدمه بهاي الأمور للمطبخ حطيتهم فيها، وفعلا يعني أخذت معي كمية كتير منيحة واستفدت منها والله يا بنات. فما بعرف يعني لبعدين ممكن إني أرجع مثل أول، بس لازم ألاقي حل لريحة البصل والثوم بهاي الخزانة، مع إنها مهوية بس ما بعرف شو المشكلة. وهاي يا بنات برضو للبهارات، بس أنا عندي علب كبار، فما رح يسعوا كلهم هون. فعندي خزانة فيها كل العلب البهارات يعني تحت الفرن، وهون بحط القصدير، ورق الزبدة، مشمع الأكل، تغليف الأكل، بس ممكن أرجع مثل أول، ما بتحزروا علي أنا. وهون يا بنات علقت كل جكتات ابن الشتوي. الله يا رب يحميه ويحفظه ويحفظ كل أولادكم يا رب العالمين. وظبطت له خزانته هيك، خلصت إنه من أواعيه، هلأ بضل إنه أواعيه أسويهم. لسه والله يا بنات ما سويتهم يعني، لازم خلص هذا الأسبوع إن شاء الله إني أعملهم. جبت له يا بنات هذا الجاكيت، طبعا اختياره حبيبي، الله يحمي ويحمي كل أولادكم. وبرضه جبت له هذا الروب دافي، وبرضه إنه الأشكال اللي عليه كتير حلوين، الأولاد بحبوها. بنات الله يكرمكم بدي أفرجيكم السجاد اللي جبته للحمامات الفلوج الماضي. تمام. رح أبلش معكم حمام الضيوف. جبت له القطعة السكنية، حكيت لكم أنا إنه ما عجبتني نوعيتها، مو يعني بزيادة، بس حكيت خلص رح أخليها لأجيب إشي مثل ما بدي أنا، يعني مثل حمام الوسط وحمام الماستر. هلا بفرجيكم إياهم. هون يا بناتي حمام الوسط حطيت الدعسة الزرقاء، مع انه بلبقلها البيج، بس حكيت لانه قبالي الحمام بالضبط غرفة ابني، واغلب الغرفة هيك لونها الازرق هذا، فحسيت انه خلص لابقة معها فخليتها. انتوا احكوا لي ايش رأيكم؟
وهذا يا بنات حمام الماستر، حطيت البيج فيها، هي بيج على أبيض يعني آيفوري لونها، كتير حلو وراقي بجنن. يعني بحكي يا ريت لقيت وحدة إنه للحمام للضيوف، بس إن شاء الله إنه بلاقي. بس أنا يا بنات حبيتهم لإنه هدول مثل سجاد القطع، غسيل وفرد، يعني نوعيتهم كتير ممتازة. وهلأ يا بنات بعد يوم طويل شربت مج قهوة يعني مش عادي. أنا عادي بنات بشرب قهوة وبنام، أنا يعني مو من الناس اللي بتشرب قهوة وبضلها صاحية، عادي بشرب قهوة وبنام. فهمتوا كيف؟ مين مثلي؟ وهلا حباتي بدي أعمل معكم بامية بتشهي. هون سلقت لحمة عجل ولحمة خروف، لأنه زوجي باكل لحمة عجل وأنا باكل لحمة خروف. وكان عندي بامية يعني شريتها مجمدة تمام، قليتها وحطيتها على جنب صفيتها. وعلى جنب يا بنات خلطت بندورة حب ومعجون بندورة ومكعب مرق دجاج ورشة ملح ورشة فلفل أسود ومعلقة سكر. طبعا أي أكلة فيها بندورة لازم نكسرها بمعلقة سكر تمام عشان الحموضة يعني. ويا بنات حطيتهم متى على اللحمة؟ بعد ساعة من استواء اللحمة تمام. حطيتهم وحطيت البامية وخليتهم يكملوا كمان ساعة، انهم يتسبكوا واللحمة تستوي تمام. فهمتوا علي كيف؟ يعني اول ساعة اللحمة بتستوي لحالها، بعدين بحط البامية والخلطة اللي حكيت لكم اياها، كمان ساعة انها تتسبك وانه اللحمة تكمل سواها. واخر اشي بتحطوا لها توم طبعا. بتشهي، يعني الطريقة هاي رهيبة. وطبعا جنبها رز بشعرية. للأسف كان عندي الشعرية هدول آخر إشي، مع إنه أنا بحب الشعرية بالرز أكتر من هيك. قليتها بشوية زيت نباتي ومن السمنة اللي عملتها. طعم الرز بشهي يا بنات طلع. وهيك جهزت عنا. يا رب لك الحمد على جميع نعمك، اللهم أدمها واحفظها من الزوال يا رب. طبعا يا بنات لا غنى عن فقرة التذوق. طبعا يا بنات البامية أنا مش بعشقها، بموت عليها. يعني أنا بستغرب من الناس اللي ما بتحبها، عن جد في ناس ما بتحب البامية، يعني بتكون تحكي عنها إنه بطريقة إنه لا مش زاك ما بعرف شو. يعني بالله عليكم في أذكى من البامية؟ بتشهي. ماما بنسمع مطار. اي ماما ان شاء الله. مطار. اه في حصة البطل. ياي بطل بطل بطل. ماما. وأخيرا يا بنات يا رب لك الحمد والشكر، نزل المطر، يا رب أدمها نعمة يا رب علينا يا رب يا رب يا رب. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. طبعا يا بنات ما أوصف لكم فرحتنا بالشتاء، أقسم بالله حسيته كأنه يوم عيد. الكبير والصغير فرحان، الناس بالشارع واللي على البلكونات. يعني قد ايه احنا مشتاقين للشتاء لأنه طول، يعني طول طول. يا رب يا رب يديم علينا هالنعمة الحلوة ويعين كله يا رب أهلنا بلاد المسلمين يا رب. مع حصات الشتاء الحلو عملت فنجان هوت شوكليت بالشهي بهالفنجان الحلو البريق الحلو. وطبعا صرتوا عارفيني لازم أتحلى. وهيك يا حباتي انتوا بكون وصلت معكم نهاية الفلوج، يا رب يكون عجبكم وانبسطتوا معي. برجع لكم ان شاء الله بفلوج جديد مليان اشياء حلوة. وفي امان الله حبيباتي، سلام.